للأسف قال العزيمة الحقيقية كاملة ونصا باللغة الصحيحة بتاعتها اللي هي مش أي حد المفروض يبقى عارفها. دي حاجة بتتنقل صوتيا بين الناس وبعضها، ما ينفعش تتكتب حتى في ورق. السلام عليكم. قصتنا لهذا اليوم وقعت في مصر، وبطل القصة هو عبد الفتاح الطوخي. هذا الراجل كان متخرج من جامعة ديال الأزهر، تخصص العلوم الفلكية بمصر، ولكن كان مهووس بكتب السحر من زمان، وكان مهووس بالقراءة ديال الكف من قبل ما يدخل الجامعة. كان الطوخي تعجبه بزاف شي حاجة سميتها علم الطاقة الروحانية. من بعد ما تخرج قرر انه بالفلوس اللي ورث على الاب ديالو يأسس بها واحد المعهد وسماه معهد الفتوح الفلكي. ولا المعهد معروف عند الناس ديال ديك المنطقة وبأنه تيقريو فيه علم الفلك والفيزياء الفلكي وكل ما له علاقة بالفلك. كان هاد الشيء تيجذب الاهتمام ديال الناس بالمعهد، خصوصا ملي تيشوفوا انهم في بلاصه ما يصيفطوا ولادهم للخارج باش يكملوا قرايتهم في هاد التخصص ويخسروا عليهم فلوس كتيره، اللهم يقراو في هاد المعهد وبثمن اقل ويبقاو في البلد ديالهم. بداو الطلاب تيلتحقوا بالمعهد وهما على بالهم تيقراو علم الفلك والفيزياء الى اخره، ولكن الطوخي كان تيزرع لهم السم في علم الفلك، وكان كيعلمهم علم التنجيم واللي هو جزء من السحر، وكان تيدخل لهم كتب في المقرر اللي غادي يقراو، وهاد الكتب عندها علاقة بقراءة الكف وعلم التنجيم. كانت من الحاجات اللي قراها الطوخي للطلاب ديالو هو كيفاش يعرفوا الوفاة ديال اي شخص، فوقاش غادي تكون بالضبط، وفوقاش غادي يتزوج هاد الشخص، وحتى الخدمة اللي غادي يخدم في المستقبل. يعني اي حاجة يمكن لهم يشوفوها في الحاضر والمستقبل، وهذا الشيء كامل كانوا كيعرفوه عن طريق خطوط اليد اللي عند كل انسان، بحال داك الشكل ديال قراءة الكف. طبيعة الحال هذا الشيء كامل غير خزعبيلات، واللي تيعلم بالغيب هو الله سبحانه وتعالى. لدرجة ان الطلاب ديالو ولاو تيعتقدوا انهم كيقراو علم الفلك الحقيقي، وخداو داك الشيء اللي علمهم على اساس انه علم الفلك. حتى لواحد النهار جا واحد طالب يتسجل في المعهد، وكان هاد الطالب من عائلة محافظة. دفع وتقبل وبدا الدراسة، وبدا شوية بشوية كيكتشف المواد اللي كيقراهم، حتى لاحظ انهم كيقراو علم التنجيم. قال مع راسو اش دخل هاد الشي في علم الفلك. تيقول هاد الطالب ان الطوخي كان تيقنع اي طالب جديد باللي هذا علم من علوم الفلك، وتيعطيهم دليل باللي الله قسم بالنجوم، وان الله ما جاش وقسم بالنجوم غير هكاك، ولكن هذا كيدل على العظمه ديال النجوم، وداك الشيء علاش هاد النجوم فيهم كل اشارات لداك الشيء اللي كيوقع في حياتنا. كان الطوخي مقتنع تماما بداك الشيء ديالو. حتى لواحد النهار داك الطالب مشى يصلي الجمعه، وكان الامام في الخطبه تيتحدث على السحر والشعوذه، وتكلم حتى على علامات السحر. وبدا الامام تيقول لهم باللي السحر كفر وهو من الموبقات السبع، وقال لهم داك الشيء كامل اللي يمكن ينتج على السحر. هنا داك الطالب بدا يفكر، وبدا يربط الكلام الامام داك الشيء اللي كيقراو في المعهد، وبدا يقول مع راسو واش داك الشيء حتى هو كيتعتبر سحر ولا كيفاش. ولكن راه فيه طلاسم، وحتى ديك النجمه الغريبه اللي تحدث عليها الامام فراه كاينه في داك الشيء اللي كنقراو، وزيد حتى الحروف الغريبه اللي مخلطه بالارقام. زعما الطوخي رجل الازهر يكون ساحر؟ من بعد ما سالات الخطبه مشى عند الامام وحكى له كل شيء بالتفصيل. وهنا الامام استغرب من كلامه وقال له واش يمكن نشوف الكتب اللي كتقراو؟ هنا مشى داك الطالب للدار وجاب بعض الكتب ووراهم للامام. خدا الامام الكتاب الاول وبدا يقلب في الصفحات ديال الكتاب حتى كيتفاجأ بعلوم التنجيم وداك الشيء ديال قراءة الكف وكل ما له علاقة بالسحر كيقراو. قال له الامام اش هاد الشيء كتقراو؟ هذا كله شرك في شرك، وشكون عطى الحق لهاد الطوخي باش يقريكم هاد الشيء في المعهد؟ وقال الطالب غادي ننصحك نصيحة، خرج من داك المعهد، وصدقني اللي كيخلي شي حاجة لوجه الله كيعوض الله بخير منها. وفعلا داك الطالب خرج من داك المعهد، وحتى الامام بدا كيوعي الناس بالخطوره ديال داك الشيء اللي كيقراو الطلاب في داك المعهد، وانهم لازم يحاربوه باش يتوقف هاد الشيء نهائيا.
وديك التوعيه اللي دار الامام عطات الاكل ديالها. من بعد ما بداو الناس كيسمعوا ان داك المعهد كيقريو فيه السحر والشعوذه، اللي عنده شي ولد خرجوا من داك المعهد، ولات السمعه ديال الطوخي كطيح شويه بشويه حتى وصلت للمنطقه كامله. وهنا الطوخي تخربقوا ليه الاوراق وبغى يدارك الموقف، ولا كيواعد اي طالب جاي يقرا عنده في المعهد انه ملي غادي يتعلم هاد الشيء غادي يولي قادر انه يملك الكون الا بغى، وان الشياطين كلها غادي تكون تحت الامر ديالو، غير يامر وما ينفذوا. وفعلا بكلامه قدر يقنع واحد الفئه من الطلاب باش يرجعوا يكملوا القرايه عنده. وللاسف الفئه اللي رجعات كانوا فيها غير المتفوقين واللي طمعوا بداك الشيء اللي واعدهم به الطوخي. وهنا الطوخي استحوذ على هاد الطلاب وبدا يعلمهم اصول السحر الاسود والسحر السفلي والسحر الاحمر. وبدا الطوخي هنا تيألف كتب وتبيعها للصحارى كيفاش يربطوا السحر ديالهم بعلم التنجيم باش يكون داك الشيء محكوم ومعمر العمل ديالهم يفشل والعياذ بالله. وكتب وحده اخرى عندها علاقه بالسحر جلب الحبيب وسحر التفريق، ويقدر الساحر انه يقرب ما بين شخصين حسب الابراج والنجوم، او انه يباعد بيناتهم ويفارقهم. هادشي اللي في هاد الكتب تعلموا الطوخي عن طريق الجن والشياطين. علموه عاوتاني واحد الطريقه اللي هي جلوس الخلوه، وهاد الطريقه علمها الطوخي للطلاب ديالو وكتبها في الكتب ديالو. كتكون بواحد الطريقه ديال الجلوس معينه، بحال كدير اليوغا مثلا، وفي واحد الوقت محدد، وتيكونوا فيها طلاسيم اغريقيه وحروف عربيه، وفيها اسماء ديال كبار الجن والشياطين والعياذ بالله. وتيبداو ينطقوا شي ايات معكوسه وتيديروا شي حوايج اللي ما يمكنش للانسان عادي يديرها. وإلا دار هاد الشيء كيكون الولاء ديالو للشيطان وتيولي عبد ليهم. وإلا خطأ الساحر في القراءة ديال ديك التعويذات هنا كيمتلكوه الشياطين كليا حتى كيقتلوه او تيحمقوه حيتاش كيولي يشوف الشكل ديالهم الحقيقي. المهم طوخي يقدر يوصل داك الشيء اللي بغا وتخرجوا على يدو اقوى الصحارى. حتى لواحد النهار راجل مسؤول في مصر عرض على الطوخي باش يجي عنده، وملي جا عنده الطوخي قال له داك المسؤول بغيتك تشوف اش غادي يوقع ليا في المستقبل. هنا الطوخي بكل ثقة في النفس قال له اعطيني يدك، وبدا يشوف له في يدو واحد اللحظة بانت على وجهه علامة ديال الدهشة وكأنه شاف شي حاجة كتخلع. في ديك اللحظة المسؤول بقى يقول له مالك اش شفتي؟ هنا الطوخي قال له ما بغيتش نصدمك ولكن النهاية ديالك قريبة وغادي تموت مسموم. هنا داك المسؤول تعصب من داك الشيء اللي قال له الطوخي وبدا يضرب فيه وتيقول له انت غير دجال وكافر تجي تقول لي بحال هذا الكلام. واعطى امر باش انهم يدخلوه للسجن وانهم يسدوا داك المعهد ديالو بشكل كامل. وداك الشيء اللي وقع، المعهد تسد سنة 1960. طوخي دوز الفترة اللي بقات له في السجن حتى مات. واللي تنشوفه الخوت ان العلم ديالو ما نفعوش. كون كان عرف باللي غادي يدخل السجن ويموت فيه كون راه دار راسو شي حل قبل ما يوقع له داك الشيء اللي وقع. تيقول الله عز وجل ولا يفلح الساحر حيث اتى. دابا اغلب اللي كيتفرجوا في القصه غادي يقولوا القصه ديال الطوخي سالات وكان مصيره الموت. لا الخوت، القصه ديال الطوخي عاد غاديه تبدا. وانا في العنوان قلت لكم انه اخطر ساحر، وداك الشيء اللي كاين هذا كان استاذ في السحر والشعوذه، يعني تخرجوا على يدو مئات من الصحارى. ودابا غادي ننتقلوا لتلميذ من تلاميذ طوخي المتفوقين ومن ابرز الطلاب ديالو واللي هو السيد الحسيني. سنة 1988 كان المخرج ياسين إسماعيل تيقلب على شي واحد يمثل واحد الدور لساحر ومشعوذ في واحد الفيلم اللي الاسم ديالو عاد لينتقم. كان المخرج كيقلب على فكرة جديدة باش يخلق واحد الجو في الفيلم، وكان باغي شخص يتقن الدور ديال المشعوذ ويقول شي تعويذة ولكن ما تكونش حقيقية، غير يخربق باش يبان المشهد انه مشهد ساحر ويقنع المشاهد ويبين باللي المشهد حقيقي. بقى يقلب ويجرب في الناس وما لقاش شي واحد اللي يتقن له الدور ويجيب المشهد كيف ما باغي هو بالضبط. واحد نهار المخرج كيتذاكر مع واحد الصديق ديالو في الموضوع ديال الفيلم وبالضبط على داك المشهد ديال الساحر. هنا الصديق ديالو اقترح عليه طالب من طلاب الطوخي واللي هو الحسيني،
المخرج ما عجباتوش الفكرة في الأول، ولكن من بعد اقتنع بالفكرة ومشى عند الحسيني وتفاهم معه وقال له داك الشيء اللي غادي يدير بالحرف. وهنا الحسيني قبل العرض وطلب مبلغ كبير غير باش يقول ديك التعويذة. المخرج وافق وكل شيء هو هذاك. المهم نهار تصوير الفيلم كانوا مجهزين كل شيء، ولكن الحسيني ما جاش. وهنا المخرج قال باللي هذا غير نصاب عليا، وبداو اللي معاه تيقولوا ليه واش انت بعقلك تقتف واحد بحال هذاك وعطيه ديك الفلوس وهو عاد غادي يجي عندك؟ كون جبتي اي واحد كان يمثل هاد الدور وباقل من الثمن اللي طلب ليك داك الساحر. شويه كيبان لهم الحسيني جاي وهاز في يده واحد الكتاب. هنا الطاقم ديال التصوير والمخرج ملي شافوه لحمهم شوك وحسوا بواحد الاحساس غريب. الحسيني مشى نيشان للبلاصه اللي غادي يصور فيها، فتح داك الكتاب وبدا تيقرا في ديك التعويذه الغريبه واللي كان الاسم ديالها العزيمه البرهوتيه، واللي تتعتبر تعويذه ديال السحر الاسود. هاد التعويذه بالتحديد هي واحد القسام تيتم من خلالها تحضير الجن من العالم السفلي، وتتحتوي على 28 اسم من اسماء الله الحسنى باللغه السومريه، وهي لغه الجن من ايام سيدنا سليمان عليه الصلاه والسلام. وما كاينش شي جني من العالم السفلي اللي يسمع هاد التعويذه وما يحضرش، حيتاش اللي كيعرف يقرا هاد التعويذه هو عدد قليل من الناس، ومنهم الحسيني بدا يقرا في التعويذه، وملي سالاها هنا الطاقم ديال التصوير والمخرج بداو يلاحظوا اشياء غريبه كتوقع. وحسب الاقوال بعض الناس اللي كانوا حاضرين تيقولوا باللي ولاو كيشوفوا اجسام كحلاو كتتحرك بواحد السرعه رهيبه، وكانوا الكاميرات والاتات وداك الشيء كامل كيتحرك. وماشي غير هاد الشيء، الوجه ديال الحسيني بدا كيتحول حتى ولا شكله غريب بزاف. المهم تصور المشهد، المخرج والطاقم كامل عرفوا باللي ديك التعويذه حقيقيه. وهنا المخرج دخل في حيره ما بين انه ينشر الفيلم بدوك الاحداث اللي تصورات في المشهد او انه يلغي المشهد في مره. ولكن واحد من الطاقم قال للمخرج واش غادي تضيع علينا مشهد كيف هذا وحنا صرفنا عليه فلوس كتيره، لازم ما نعرضوا المشهد كيف ما هو. وهنا المخرج قال لهم ماشي مشكل، ولكن نقطعوا من المشهد ديك التعويذه ونديروه بلا بها. وهنا باغتو اللي معاه وقال له الا حيدتي التعويذه فراه بحال الا حيدتي المشهد كامل، راه التعويذه هي اللي خلات المشهد يبان حقيقي. وفي الاخير قرر فريق العمل انهم غاديين يعرضوا اللقطه كيف ما هي في الفيلم، وتم عرض الفيلم للجمهور. وهنا اي واحد شاف الفيلم وقعت ليه شي حاجه غريبه وبداو يسمعوا اصوات غريبه. ومن بعد هاد الاحداث تمنع الفيلم من العرض. وتنتمنى منكم ما تقلبوش على الفيلم ولا شي واحد يجي الفضول ويبغي يشوف الفيلم ولا يسمع لهذيك التعويذه. والغريب ان هاد التعويذه تقالت تقريبا في كاع المنازل ديال مصر والدول العربيه، ومن اللي عرفوا الخطوره ديال هاد الفيلم وقفوه من العرض حتى بان يوتيوب وشي واحد عرضه في اليوتيوب. وكانت هذه هي النتيجه ديال الفيلم والفشل ديالو بسبب مشهد قرر المخرج يدير فيه ساحر حقيقي، واللي كانت هذه هي الفرصه باش انه يسحر كل واحد تفرج في الفيلم وسمع التعويذه اللي تقالت فيه. ومن بعد هذه الحادثه ديال الفيلم ولا الحسيني معروف، ولاو الفنانين والمشهورين يقصدوه باش يعمل لهم شي عمل، لدرجه ان واحد الممثله ما كانوش اختاروها تمثل في واحد الفيلم، وكانوا اختاروا ممثله اخرى وهي اللي كانت غاديه تلعب دور البطوله. مشات عند الحسيني وقالت ليه يدير سحر لديك الممثله اللي خدات ليها الدور، وفعلا دار ليها السحر باش اما انها تنتحر ولا تهبل ولا تعتزل لاسباب مجهوله. وفي 2008 الناس بلغوا على جثه متعفنه في واحد الشقه، وملي جاو الشرطه واقتحموا الشقه لقاو الجثه ديال الساحر الحسيني ميت ومتعفن. وهنا كانت الصدمه ملي شافوا الجثه ديالو، كانوا عينيه خارجين وفمه مفتوح وبين فيه العلامه ديال الخوف والصدمه، بحال الا شاف شي حاجه وبقوه ديال الصدمه مات. ملي داروا الشرطه التحقيق ديالهم لقاو واحد القريعه صغيره ديال الزاج فيها شي سائل بيض، ملي فحصوه لقاو سائل منوي، ولقاو بزاف ديال الصور ديال الفنانين وطلاسيم ورسوم الى اخره. وهنا الشرطه اعتقلوا الزوجه ديالو، اعتقدوا انها دارت ليه السم وقتلاته. ولكن فاش خرج التقرير الطبي
هنا كانت المفاجأة، لقاو أن الجسم ديالو ما فيه حتى أثر للسم، واكتشفوا أنه ما فيه حتى علامة كتدل باش مات، الصدمة قلبية ولا اختناق ولا والو، ما لقاو حتى علامة. وهنا الشرطة قالوا يا إما أنه شاف الشكل ديال الشياطين الحقيقي ومات، أو أنه قال ديك التعويذة وكانت هي سبب الموت ديالو. وإلى يومنا هذا حتى واحد ما عرف سبب الموت ديال الساحر الحسيني. في 1986 اسمه عادل ينتقم، وقال تعزيمة وهي عزيمة البهطية، قالها بالنص كأجواء الفيلم. للأسف الراجل ده لما ظهر أقنع المخرج إن هو هيقول كلام عادي جدا إنه بيهتش على الناس يعني عشان يبقى عامل جو، بس الحقيقة إن هو قرا العزيمة الحقيقية. فيلم عادل ينتقم هو الشخصية اللي هيشوفوه فيها هو ظهر في مشهد واحد إن هو كان الروحاني اللي بيسرع الروح. للأسف قال العزيمة الحقيقية كاملة ونصا باللغة الصحيحة بتاعتها اللي هي مش أي حد المفروض يبقى عارفها، دي حاجة بتتنقل صوتيا بين الناس وبعضها، ما ينفعش تتكتب حتى في ورق.